السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتنسوش بقى قبل اي حاجة ننزل كلنا نصلي على النبي في التعليقات تحت. وتعالوا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل النهاردة بقى فراخ كده بطريقة سهلة وبسيطة، وتغيير كده عن ما احنا بنسلق الفراخ وبنشويها. والطريقة ديت حلوة وتفتح نفس الولاد كده على الأكل، وتغيير وحاجه كده بسم الله ما شاء الله هتجربيها هتعجبك قوي. اول حاجه الفراخ بتاعتي انا طلعتها كده غسلتها كويس قوي، وبدقيق وخل وليمون، وعملت لها كده محلول نقع اللي هو عملناه مع بعض قبل كده. معلقه سكر ومعلقه ملح وشويه خل وليمونه وورقتين لورا وعود كده من القرفه. ونقعت الفراخ فيهم يجي ساعه كده او نص ساعه حسب وقتك يعني. وبعد كده طلعت الفراخ شطفتها كويس قوي وحطيتها كده في الطبق زي ما انتوا شايفين. وعلشان احنا مش هنتبلها او مش هنسيبها في التتبيله وقت يعني، فرشيت كده عليها شويه من الفلفل الاسود وشويه من الكمون وشويه كده من بهارات الفراخ وشويه بابريكا وسبع بهارات. ودعكت بهم الفراخ كده وسبتها على جنب لما اقطع الخضار بتاعي. هنعمل النهارده فراخ كده بالخلطه حلوه قوي قوي، وطعمها كان جميل جدا جدا. ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها. انا كده فضيت الفراخ على الصينيه ديت واخدت الطبق علشان اخرط فيه الخضار. الخضار اللي معايا عبارة عن بصل، معايا كده بصلتين كبار، ومعايا كده قرنين من الفلفل، ومعايا 4 طماطميات كده هقطعهم كلهم على ايديا. مش هفرمهم بقى، يعني نفس الحاجات اللي بنحطها كده في التتبيلة بس هنقطعها مكعبات. مش شرط بقى تكون المكعبات دي كبيرة او صغيرة، هي كده كده هتستوي ومش هتبان يعني. قطعت كده الطماطم مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت جزر، وحطيت كده معايا ليمونتين. والفلفل زي ما قلت لكم لو عاوزين تحطوا فلفل حامي هينفع برضو يخلي طعمها حلو قوي. الحاجه اصلا اللي مشطشطه كده بتدي طعم للحاجه، بس عشان في اطفال هياكلوا من الاكل فانا ما حطيتش يعني وما كانش عندي. هقطع برضو الفلفل كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، وقطعت البصل. معايا بقى كده جزرايه، لو عاوزه تبشريها ابشريها، بس انا لو كنت بشرتها وعلى ما الفراخ كانت هتستوي كان البشر بتاع الجزر ده هيتهري خالص. فقطعت كده مكعبات صغيره برضو زي الفلفل والطماطم والبصل. هعصر بقى ليمونتين كده عليها، واحط لها كده شويه من الزيت، حوالي كده 3 معالق زيت او ربع كوبايه زيت. وهحط لها نفس التوابل اللي حطيتها على الفراخ. لقيت الطماطميه ديت كده، هما كانوا 4 طماطميات، قطعت 3 وسبت واحدة ورجعت قطعتها تاني. معايا كده برضو عيدين من الكزبرة، هقطعهم كده عليها، كانوا مدينها طعم وريحة حلوة قوي. وهنعملها على البوتاجاز من فوق كمان، مش هندخلها الفرن، يعني مش هتاخد اي وقت معاكي خالص، ساعة الا ربع وكانت مستوية. ويمكن كمان ما كملتش ساعة الا ربع، نص ساعة ولا حاجة. حطيت بقى نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ، حطيت فلفل اسود وبهارات فراخ وسبع بهارات وبابريكا وكمون، وحطيت كده ورقتين من اللورة. وطبعا الملح مننساش الملح، وكمان وانا بحط على الفراخ برضو حطيت عليها ملح، نسيت اقول لكم كده. لو عندك بقى شوية خل هتحطيهم. والخلطة كده بقى مش عاوزة تتقلب بالمعلقة، بايديكي كده وتدعكيها في بعضها، تدخلي كل المكونات في بعضها، تخلي البهارات والخضار وكله كده يخش في بعضه زي ما انت شايفه كده. انا اشتغلت بايديا، لقيت المعلقه مش هتجيب نتيجه معايا خالص، وكلنا في المطبخ بتاعنا بنشتغل بايدينا، ومادام ايدينا نظيفه ما نقلقش من حاجه. نزلت كده شويه من الخلطه ديت، هدعك بقى الفراخ كويس زي ما انتم شايفين كده. وهدخل تحت الجلد وفي الفتحات اللي انا عاملاها، ريحتها بجد جامده جدا. هدخل كده تحت الجلد زي ما انا بقول لكم كده، وفي الفتحات اللي انا فتحتها في الفراخ، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. واحط بقى الرجول بتاعتها كده تحت الصدر علشان ما تنشفش لو دخلتها الفرن. بس انا ما دخلتهاش الفرن، انا حطيتها على البوتاجاز من فوق.
وغطيت عليها بغطا كده وسبتها، ريحتها كانت قلبة الدنيا. شايفين هي كده بقى كانت هنا استوت، وكنت هدخلها بقى الفرن. دخلتها الفرن، اخدت اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده، بألف هنا والشفا. شكلها يفتح النفس وطعمها كان جميل جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. ما تنسوش بقى لايك وشير لو الفيديو عجبكم، واشتراك في القناه. اشوفكم على خير، مع السلامه.